انا اكتشفت ان كروان مشاكل سمى نفسه مشاكل لان هو ده البراند بتاعه، ده اللي هو بيعمله او بيبيع نفسه بيه على السوشيال ميديا. كتر لي من المشاكل الترند يجيلنا ويتاكل ونملكه ونبقى فوقيه على طول. يعني الاول عمل ترند الفرح اللي هو كان من كام شهر، وان الحقوني والفرح باظ، وحتى انجي حماده الشباب عملوا بيها شقلباظ. طبعا الموضوع خد ترند شويه، بعدها بقى الترند نام. طب نصحيه ازاي؟ قال لك بس انا هتجوز انجي دي اللي الشباب في فرحه عملوا معاها الشقلباظ. اصل كروان بيحب الحاجه المستعمله ما بيحبش الحاجه الجديده، فقال لك خلاص طالما انجي الشباب عملوا معاها شقلباظ وكده كده اصلا الموتور باظ، هاخدها واقلبها ميكروباظ. بس ترند ان هو هيتجوزها ده برضو ما جابش قوي، ما طلعوش للسما. قال لك خلاص نغير الفكره، قال لك ان هو هيرجع يتجوز حفيدة شعبان عبد الرحيم اللي هي اساسا كان عامل الفرح معاه في الاول، الفرح اللي باظ ده. بس برضو الترند هنا ما كلش قوي مع الناس، فقال لك لا جرى ايه بقى يا كروان، احنا عايزين نعمل حاجه تشعوط الدنيا تقلب الترند. فبص لابوه كده وقال له معلش بقى يابا ما قداميش غيرك، لازم اشبط معاه. كروان لازم يتسجن هو وبطاطا. احمد جاي يا جماعه، كله يبلغ الحكومه يا جماعه، ما حدش بيفتح له الباب. تعالى اضربني. انتوا عارفين فيلم ابي فوق الشجره؟ هما الاثنين عملوا علينا فيلم اسمه ابي فوق الشخطه. قال بقى هو وابوه اتخانقوا وقفش على ابوه ودخل على ابوه في اللايف ومد ايده عليه، بس طبعا كان عندهم مشكله، ازاي همد ايدي على ابويا؟ ما هو حتى لو ده ترند وتمثيل ومتفبرك في الاخر برضه يعني همد ايدي ازاي في الحقيقه على ابويا؟ ما هو اصل ده ابويا اللي مخلفني وبيجري في عروقنا نفس الدم، مش هينفع نعمل كده. فراحوا بقى جايبين فكره صايعه بالنسبه لمستواهم الفكري، يعني ان في نص اللايف فجاه قطع صوره بس الصوت لسه شغال وهم بيضربوا وعلشان كروان عايز سقف الترند بضمان، قال لك مش هنقف بقى عند حته الضرب والدشمله، لا نعلي بقى. فراح طلع لايف وقال ان اساسا ابويا عامل فيديو هدير عبد الرازق مع واحده وهو اللي مسربه بنفسه. ابويا عامل فيديو ابيه وهو اللي نشره عشان يتصير، مع ان سبحان الله يعني معروف ان الفيديوهات دي تحديدا بتاعه التسريبات بتبقى رقم 1 في السيرش، واللي يشهد على كلامي ده هدير عبد الرازق ووصولها للعالمية لمجرد انها كانت نفخهم عالمية. لو في فيديو متسرب على كلام كروان لابو كان الفيديو ده هيطلع ترند والناس هتسمع عنه، وخصوصا ده بالذات بقى يعني ده لازم يطلع ترند لان ده ابو كروان، فده كان هيبقى ماتيريال حلو جدا لبتوع التنمية البشرية. هيشيروا فيديو التسريب ويقول لك خلي عندك هوب ابو كروان قلع الروب، اللي خلى في واحدة تعبر ابو كروان يبقى اي واحد على الكوكب ده كله يطمن ان اكيد في واحدة هتعبره. ولكن مع كل ده الفيديو ده احنا ما سمعناش عنه غير في اللايف بتاع كروان، بس هو كروان عايز يقنعنا ان في فيديو والفيديو ده مسرب وده سبب المشكله. طيب كده بقى كروان وابوه عملوا الترند 100 وحبكوا الفيلم 100. يجي بقى تاني مرحله على راي القاعده الاساسيه في التيك توك ووكالاته، بعد الترند الشلفوط لازم نبدا نلم النقوط. فيطلع بقى كروان مشاكل عايز يلم النقطه، يطلع بقى لايفات ويخش لايفات مع تيك توكرز تانيين هيقسموا برضو معاه في النقطه. قال يعني ان هو بيحكي لنا القصه والخناقه واللي حصل واللي وصل وهو عمال الهدايا تنزل فوق دماغه تروح. هو قال لك ايه؟ الحكومه مش هتاخده، عامل نفسه انه فوق القانون. الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا تمام يا عم. ابن بقى شعبان عبد الرحيم لما شاف كروان بدات تخش له فلوس من الترند ده، الراجل قال لك الله طب ما انا كمان عايز اخش في السبوبه، خصوصا ان الترند اساسا قائم على اسم بنته او بمعنى اصح على سمعه بنته. يعني المفروض فكره الترند ان كروان اتخانق مع ابوه عشان هو كان عايز يتجوز البت دي، بس ابوه قال لك لا دي مش من مستوانا، مع ان سبحان الله ابوه نفسه كان موافق على الجوازه دي ساعه الفرح لان هو كان بيتجوز نفس حفيده شعبان عبد الرحيم، وموافق لدرجه انه رايح يحضر الفرح، فما تفهمش اشمعنى دلوقتي رفض، بس هو مخرج الفيلم عايز كده. فالمهم ابن شعبان عبد الرحيم قال لك لا لما اطلع انا بقى اشعوط الخناقه وارد على كروان وابوه وهو برضه ينوبني من الحب جانب. الجوازه دي احنا ما كناش عايزينها، بس عشان انت رجعت وتحايلت وقلنا خلاص الدنيا تمشي، ولا ان انت تغلط في ابوك، احنا هنأمن على بنتنا ازاي؟ فبعد بقى ما شفنا تفاصيل الترند ده، هنا عندي سؤال للقائمين والمسؤولين عن قانون خدش حياء الاسره. دلوقتي لما طلعت سوزي الاردنيه عشان بس اتخانقت مع ابوها وقالت له الشارع اللي وراه بهدلتوها ودشملتوها وقلتوا ده تعدي على الاسره ولازم تتحبس، دي بتبوظ علاقه البنت بابوها، وبرضه الله اعلم قد يكون دي كانت خناقه حقيقيه بينها وبين ابوها او كان ترند مفتعل، ايا كان انتوا قلتوا طالما ده اللي وصل لنا وده اللايف اللي احنا شفناه فالبنت دي لازم تتعاقب. طيب بالنسبه
بالنسبه بقى للي بيحصل دلوقتي بين كروان وابوه، اولا قل ادبه على ابوه، ثانيا على كلامهم هو مد ايده عليه، ثالثا انه طالع يشرد لابوه، بيتهمه، بيخوض في عرضه، يقول لك ده ليه فيديو مش مظبوط. ده بقى لا يخدش قيم الاسره زي ما سيزي الاردنيه خدشت قيم الاسره. طبعا هيطلع حد يقول لي ما هو اصل ده ترند مفتعل، وكلنا عارفين ده ترند مفتعل. هقول لك بقى والله مفتعل او مش مفتعل، هم كروان وابوه بيوصلوا لنا ان دي الحقيقه وان ده الواقع. زي ما قلتوا ان البنات والاطفال هيتاثروا بسلوك سوزي وتعاملها مع ابوها، هنا برضو البنات والاطفال هيتاثروا بسلوك كروان وتعاملوا مع ابوه، لانهم فاهمين ان ده مش فيلم، دي حاجه بحق وحقيقه. ليه بقى ما تعاملش مع كروان زي ما اتعامل مع سوزي الاردنيه؟ واللي عارفنا عارف انا ضد فكره الحبس ومش من انصار قانون خدش حقوق الاسره، بس برضو انا من انصار فكره المساواه. اذا كانت سوزي غلطت نفس الغلطه وتعاقبت، فكروان بيغلط نفس الغلطه، المفروض انه يتعاقب زي ما يتعاقبت، حتى يعني المساواه في الظلم عدل. وعندي بقى سؤال تاني للجهات اللي كانت بتقبض على شاكر محظور ومداهم، وقالوا لنا ان السبب ان هم بيغسلوا الاموال، وانهم لما بيطلعوا اللايفات وبتجيلهم هدايا دي حاجه اسمها غسيل وبيلموا منها فلوس. طيب حلو جدا. بالنسبه بقى لللايفات اللي كروان وابوه بيطلعوها من ايام الفرح، يعني يعمل الترند وبعدها يطلع لايفات يعيط عشان يلم هدايا، هو مش برضو الهدايا دي تتصنف غسيل اموال؟ يعني اللي انا بساله اشمعنى الهدايا عند كروان مشاكل؟ ما قلناش ان دي غسيل اموال وما قلناش ان دي في جهات معينه هي اللي وراها، لكن نفس الهدايا لما كانت بتنزل على نفس التيك توك لشاكر ولمداهم وللتيك توكرز اللي اتقبض عليهم ساعتها، قلنا لا ده غسيل اموال وهدايا بتتبعت لهم من ناس معينين. اصل هي فكره الهدايا نفس الفكره، ده اللي احنا ساعه ما تابعنا التحقيقات ايام شاكر ومداهم اللي هو تقريبا كان من سنه، قال لك هي دي الفكره، ان ناس بتخش بتغسل فلوس بيبعت لك هدايا، وانت كتيك توكر بتبقى عارف الهدايا اللي جايه لك، وفي وكالات هي المسؤوله عن ده. فاللي انا فاهمه ان هي نفس الفكره. ليه قبضنا على شاكر ومداهم وتحفظنا على اموالهم، وكروان اللي انا واثق انه عامل اموال زيهم ومش بعيد يبقى اكتر لان هو ما اتقبضش عليه معاهم، ليه ده بقى سايبينه وفلوسه دي حلال؟ وعندي بقى سؤال عام بعد ترند كروان وابوه الاخير ده، هو اللي كروان وابوه بيعملوه سواء بقى ترند الخناقه وقله الادب اللي حصلت، او حتى من ايام الفرح وان في الفرح باظ والشباب دخلوا زغرفوا انجي والمنظر الغير حضاري اللي حصل، او حتى ابو كروان وكروان لما كانوا بيطلعوا في لقاءات كتير جدا على اليوتيوب او على السوشيال ميديا مع ناس، وملخص اللقاءات دي دايما ان هم بيصدروا الجهل، ان احنا ناس مش فاهمين ونتعمد اننا نبين الجهل، قال يعني ده بيضحك. السؤال بقى هو مش كل الحاجات دي بتضر بسمعه مصر؟ يعني لو واحد بره مصر شاف الاشكال دي على التيك توك هيقول لك هم دول المصريين، نوش افراح بيحصل فيها قله ادب، ناس ما عندهاش علم وجهله وفخورين بالجهل ده، وخصوصا ان كروان وابوه بقى يا ريتهم مثلا بيسيئوا لسمعه مصر وهو ده طبعهم، هي دي شخصيتهم، لا دول اذكياء جدا بدليل انهم بيعرفوا جدا يعملوا افلام وحوارات بالاتفاق مع الوكالات عشان يجيبوا فلوس، فهم بيمثلوا هذا الجهل، الترندات الواقعه دي علشان يجيبوا فلوس، فهم كده بيتربحوا على حساب سمعه مصر والاساءه لسمعه مصر. دي حاجه مش هتضايق حد، يعني اصل هم خلاص بقى هم عملوا ده مره واثنين وثلاثه واتسابوا، فهيفضلوا مكملين كده. انا السؤال هنفضل سايبينهم كده وسمعه مصر تتدشمل، ولا في حد هيخاف ولو بجنيه على سمعه مصر من الناس دي؟ كده انا سالت كل الاسئله اللي انا فعلا مش لاقي لها اجابات في موضوع الترند بتاع كروان وابوه المفبرك ده، لكن يبقى سؤال واحد انا واثق ان انتوا دلوقتي اللي بتسالوه. انا كده شرحت لكم ليه كروان سمى نفسه مشاكل، اكيد انتوا هتسالوا طب هو ليه بقى سمى نفسه كروان؟ اقول لكم ببساطه لان كروان مشاكل ما شاء الله صوته تحفه ومخارجه تحفه في الغنى، فشر كروان يا ناس بيحبك زي ما حبيتك انا. مش عايز اقعد الت واعجن كتير في الترند بتاع كروان وابوه واقعد احلل وايه الصح وايه الغلط، لان انا لو عملت كده يبقى انا كده كاني باكد ان دي حاجه حقيقيه ودي خناقه حقيقيه، وانا متاكد مليون في الميه ان ده ترند مفبرك عشان نعمل بيه مشاهدات وفلوس. ولكن انا رسالتي النهارده للاطفال، وانا هنا بتكلم على الاطفال سنا او الاطفال اللي يعني سنه كبر بس هو لسه عايش مرحله الطفوله، اللي بيصدقوا الترندات المفبركه اللي زي دي ويطلع يقول لك لا انا مع كروان، لا انا مع ابوه، لا انا مع صاحب كروان بطاطا. ما هو كروان ليه صاحب اسمه بطاطا، ما طبيعي واحد باط يوم ما هيصاحب بطاطا. اللي بيصدقوا بقى الكلام ده انا مش قادر اقول لك غير نصيحه واحده، ارجوك روح شوف حد يشيلك الختم اللي على القفا، لان لو انت لسه لحد دلوقتي بتصدق ترند زي ترند كروان او اي ترندات تانية بتطلع على السوشيال ميديا اللي هي مين ام خالد وجوزها اتخانقوا اتطلقوا بيشردحوا لبعض، ومش عارف مين البلوجر ومراته اتطلقوا وبيتخانقوا مع بعض، تلاقي بلوجر وواحده تانية ما يعرفوش بعض على الانستجرام وندب خناقه مع بعض، وفجاه سبحان الله الخناقه تكبر وفجاه الاتنين
يتصالحوا وفجاه تلاقي كل واحد فيهم عامل له برامج وبيطلع مع المشاهير. لو انت متخيل ان الموضوع ده حقيقي انت كده محتاج بقى تشوف حد يروح يكبر لك دماغك شويه، لان الحوارات دي اي حد ب2 جنيه معرفه في السوشيال ميديا بيبقى عارف ان في وكالات، والوكالات دي ده بيبقى دورها انا هجيبك هشهرك هعمل منك حاجه وخناقه وانا بكسب وانت بتكسب. وللاسف اللي بيقبلوا يعملوا كده هم الناس اللي سعرها رخيص على السوشيال ميديا، اللي هو ما عندوش اي حاجه يقدمها فبيلجأ لكده، يقول لك نطلع بخناقه، نطلع بفضيحه، نطلع بطلقه. يعني هم الناس دي بتعمل كده. وهنا بقى سؤال للجهات المسؤوله في مصر، لحد امتى هنفضل سايبين الوكالات دي واحنا عارفين ان دي طبيعه شغلها؟ وتحديدا الوكالات بتاعت التيك توك، هي طبعا ماسكين حاجات كتير، يعني في حاجات فيسبوك وانستجرام، بس انا بتكلم اللي ظاهرين قوي بتوع التيك توك، هنفضل سايبينهم لحد امتى؟ وللمره المليون انا بقول انا مش مع فكره الحبس، يعني مش هقول لك تروح تقبض على صاحب الوكاله لانه بيعمل كده، بس مع فكره اي حد يا سيدي يقدم محتوى قدم محتوى حتى لو محتوى تافه، بس الموضوع يوصل ان احنا بنفبرك وبنكذب وبنعمل ترندات وترندات تسيء منها بقى اللي بيسيء لشكل رجاله مصر، لشكل ستات مصر، لشكل شباب مصر، يعني شكل العلم في مصر، بيطلعوا المصريين جهله وعايزين فلوس وشحاتين. يعني الحاجات دي المفروض انها تتمنع وتتقنن. انا كده سالت كل الاسئله وحاولت اشاور على كل الحاجات، على الله بقى نشوف اي جهه بتتحرك وبتمنعنا من البلاوي اللي بنشوفها كل شويه. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده. اللينكات بتاعتنا بتاعت السوشيال ميديا بسيبها لكم تحت، لينك قناه موفي نايت على جديد نزلت النهارده هسيب لكم اللينك بتاعها تحت برضو. وكالعاده لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي مش عاجبك، اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها ان شاء الله. ونختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.